اهلا بحضراتكم. النهارده جاي اكلمكم على المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، واللي النادي الاهلي هيكون طرف فيها مع الفائز من نادي الزمالك ونادي الرجاء. وقبل ما اكمل كلامي، اللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. يصار حاليا في الوسط الرياضي كله والاعلام الرياضي تاريخ القيد اللاعبين، والغرض منه البلبله. هل احمد فتحي مستمر مع النادي الاهلي في المباراه النهائيه ولا مش مستمر مع النادي الاهلي في المباراه النهائيه؟ فعلى النادي الاهلي انه ياخذ حذره من هذا الموضوع، وفرصه يثبت للناس كلها انه فعلا نادي المبادئ والقيم، وانه بيتمسك باللي بيتمسك بيه بس، وما بيتمسكش باللعيبه اللي بتتخلى عنه في اصعب الظروف. وعلى النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ياخد قرار تاريخي بان هو احمد فتحي خارج حساباته في المباراه النهائيه، وبكده يثبت للعيبه اللي هي اتمسكت بالنادي الاهلي وما جريتش ورا الاغراءات الماديه ان هم احق بان هم يرفعوا كاس البطوله في حاله فوز النادي الاهلي بالبطوله. وفعلا كده يبقى النادي الاهلي ما بيقفش على حد، وبيقول للناس كلها انا ما بقفش الا اللي بيتمسك بالنادي الاهلي وجدران النادي الاهلي. في لعيبه كتير تستحق ترفع كاس البطوله الافريقيه في حاله فوز النادي الاهلي، زي كابتن وليد سليمان اللي اتمسك بالنادي الاهلي وبيمضي على بياض، كابتن محمد شناوي اللي ما جريش ورا اي اغراءات ماديه وفضل ثابت وما هزش استقرار الفريق، ونجوم كتير من النادي الاهلي وخارج مصر كمان، يعني كابتن علي معلول، كابتن اجاي، اللعيبه دي كلها ومحمد هاني، هم دول اللي يستحقوا يرفعوا كاس مصر، لان هم ما جريوش ورا الاغراءات الماديه وظلوا ثابتين مع النادي الاهلي متمسكين مع النادي الاهلي ومع مجلس اداره النادي الاهلي. ففعلا دي فرصه لمجلس اداره النادي الاهلي انه يثبت فعلا ان الاهلي فوق الجميع، وان الاهلي ما بيقفش على حد، وبكده يبقى الأحق إن هو يرفع بطولة كاس أفريقيا في حالة فوز النادي الأهلي هو فعلا أبناء الأهلي المخلصين اللي بيتمسكوا بالنادي الأهلي لآخر لحظة. شكرا.